السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب دايما، يا رب بصحة وعافية، ونكون مع بعض كده دايما يا رب في الخير. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل ان شاء الله كده اكلة حلوة كده وخفيفة برضو. هنعمل اكلة بنحبها كلنا وسهلة وسريعة، ما بتاخدش حاجة. ويا رب تعجبكم. ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا. هنقول احنا طبعا بنغلي ميه، هنحط شويه كمون. انا هعرفكم دلوقتي ايه شويه كمون بس. الاكله بتاعتنا حلوه قوي 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 اهويت، كلنا بنحبها. اكيد عرفتوا ايه. هقول لكم الوصفه، وصفتها جميله وسهله بالطريقه بتاعتنا. وصفتها هتعجبكم قوي 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 قوي. اول بس حاجه نقطعها، اهم حاجه النبيته الحلوه دي اهيت. انا بحب اقطع كل حاجه جوه الحوض، ليه؟ عشان الفرفته والهيصه وكده اهوت ما تبهدليش المطبخ. طبعا انا بقطعها بالحجم ده حلو وكده اهو برضو، بس عشان خاطر ايه ما نقدمش كده اهوت. ماشي، يلا نقطع واحده واحده اهو. بتمسكي الكنبيته بتاعتك كده، ما ينفعش تقطعي من هنا، مش هتشوفي حاجه. تمسكي من هنا اهوت كده اهو، وتبداي بقى. بصي انت لو شلتي دي كده كده اهي، خلصت خلاص اهي، كله هتلاقيه بيقع اهو اهي. بصي تشيلي ده كده اهي اهو كده، الفدايين ما يدول هتلاقي كله بيقع اهو. بس خلاص اهي الكنبيته بتاعتنا اهو. ده اهو، ده اهو انا بوريكم بس اللي اتقطع نزل لوحده اهو. لا طبعا دي ما ينفعش يبقى العرق كبير كده اهي، لازم صغننه كده اهو. كده هنعمل خلطه جميله. اعملوا لايك واشتركوا في القناه. ايوه اهوت، لما تكون كده اهي بالنص كده هي هتتقطع لوحدها اهي. بصوا الجمال، صغننه وحلوه وسط، ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي. دي كده كبيره، كده كبيره كده ما تستواش من جوه. دي اول حاجه، كده هتشرب اللي هي الخلطه اللي انت هتعمليها، تشرب وما تستويش، تفضل كانها عجينه. فهمتوني؟ يعني لما تتقطع كده اهو احسن. ليه؟ هتستوى بقى من جوه، من جوه العروق دي كلها هتستوى اهي، العروق دي كلها كده، فنقطعها احسن اهو كده اهو. والصغيرين طبعا دول الحلوين بيتحمصوا. بس كده اهوت اهو، عملنا الخلطه بتاعتنا اهيت، اللي قصدي اللي التقطيعه بتاعتنا، ومفيش ولا واحده متقطعه وحش اهيت. بص عامله ازاي. انا ما بغسلوش، انا بروح اسلقه على طول، مش بغسله عشان خاطر ما يبقاش دبلان ويعمل مني. عودوا نفسكم ان احنا نسلقه على طول اهو. غلي كده اهو، نبدا بقى ايه، نسقطه في الميه اهو كده. بصي هو بقى بيموت الميكروب بقى وكل ده اهو. حبه كمون بس وتحطيهم اهو. لا دي كبيره، هقطعها تاني عشان ما بحبش الكبير الصراحه. انا بحب الحجم الوسط كده اهو، ده كده حلو يعني. الكبير الصراحه ما بيستويش، انا ما بعترفش باللي هو يتقطع كبير، لا ما بيستويش. يتقطع الحجم ده حلو كده اهو. كده سقطوه في الميه كده اهو. بس اول ما يغلي تحطي بقى ايه الدفعه التانيه كده اهو، واحده واحده. هو تقطعوه كبير، ان ما بيتقطع كبير ما بيستواش من جوه. استحاله اللي يقول لي بيستوى من جوه، مفيش، ما ينفعش. العروق تبقى مستخبيه كده وما بيستويش.
عقبال بقى ان شاء الله كده اهو نسيبه بقى عقبال ما يتعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الخلطة بتاعتنا. الخلطة بتاعتنا عبارة عن ايه بقى؟ اهو خلطة طماطم وتوم. هنبشر طماطم. امشوا ورايا الخلطة دي ودوقوها والله هتدعولي. بصوا هنبشر طماطمية كده اهو. وبعدين انا عامل خلطة مفيدة جدا. شوفوا بس الفيديو للاخر وشوفوا ايه الطريقة للاخر. وانتوا بتشوفوا بقى كده معايا اشتركوا في القناة وفعلوا لي الجرس يلا. واعملوا لايكات 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 لحد بصوا ما ايديكم توجعكم. لايك 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 لايك. شرط طماطمتين، قصدي طماطمتين. معلش احنا بنتلخبط ساعات واحنا بنعمل في الفيديو كده اهوت، بس انا ايه بتكلم بطبيعتي عادي. جزر، اعملي 3 جزرات بالظبط اهوت. بتبشري 3 جزرات اهو. الحاجات اللي فيها ديت مفيده جدا، ما ينفعش كنبيت كده وخلاص. اهي عملنا 3 جزرات. هنعمل 3 فصات توم اهو برضه تبشري يلا اهو. عقبال ما تسلقي الكنبيت السلق تكون انت عملتي الخلطه اهو. مش هتاخد معاكي حاجه اهي، بس برضو عينك يبقى على ايه الكنبيت عشان ما يتهريش مني اهو. 3 طماطم اهي كده. احنا كده عملنا بشرنا طماطم وبشرنا جزر وبشرنا توم وقطعنا كزبره وبقدونس مع بعض. وبعدين هنحط 5 بيضات بتوعنا. شوفي على حسب انت بقى بتحبي البيض البلدي او الاحمر، بس هي الافضل الاحمر طبعا. 5 بيضات اهو. في ناس بيحطوا بيض ياما قوي بس هي بتبقى يعني مش حلوه اوفر قوي كده. كده حلوه قوي كده اهو. 5 بيضات لازم ال5 بيضات دول عشان خاطر ايه كنبيت بيحب البيض اهو كده اهو اهو كده اهو. بس كده. وبعدين هنحط الدقيق بتاعنا اهو. هنمسك الدقيق بتاعنا دوت نحطه كده اهو اهو. حطي الدقيق، حطي ما تقوليش لا ان هو بيحب الدقيق برضو اهو. وبعد الدقيق هنحط مع الدقيق حطينا شويه نشا زي ايه 4 معالق نشا كده. اعملي 4 معالق نشا كبار. وحطينا الدقيق بتاعنا. الدقيق بتاعك بتحطيه على حسب الكرنبيطه بتاعتك، يعني في ناس بتجيب 2 كرنبيط. لو 2 كرنبيط طبعا هنحط 8 بيضات وبتزودي المعايير شويه فاهمين. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. شويه ملح خليها حلوه كده، وشويه فلفل اسود اهو. حطينا شويه فلفل اسود يبقى شويه ملح وشويه فلفل اسود شويه كمون اهو. انا ما بحبش اقول المعايير اللي يعني في ناس يقولوا مثلا معلقتين كمون معلقه ملح. لا افرضي انت ما بتحبيش الملح كتير، افرضي بتحبي مالح حلو كده كده اهو. يعني على حسب ايه انت الامكانيات اللي قدامك وحسب طريقتك برضو. بتحطي القرفه شويه قرفه اهو حلوه بتبقى بالبركه كده حلوه ماشي. 7 بهارات اللي هي بيقولوا عليها 7 حبات اهي. 7 حبات كده اهي كده. خلصت خلاص من عندي كده. خلصنا الخلطه بتاعتي كده اهوت. يعني مش عايزه اقول لك خلطه ايه شكلها، يعني ريحتها خطيره وشكلها حلو اهي.
اهو اهو. قلبي، تفضلي قلبي فيها كده اهو، تفضلي تقلبي اهو. هتتقل دلوقتي وهتعمل ايه؟ تقل. بص عامله ازاي، بص عامله ازاي خطيره. كده قلبنا الخلطه اهيت. بصوا الجمال، بصوا اهي اهي، جزر على بقدونس وكزبره مع بعض، وبشرنا طماطميتين قصدي، وثلاث فصات ثوم. طلعت الخلطه الجميله دي خطيره اهيت. ماشي. وبعديها على طول اهو طلعنا الكرنبيط اهو اهو. بصي الواحده بوحدتها ازاي. وبعدين لما تطلعي الكرنبيط لازم يبقى الراس دي مستويه دي. بصي لازم، عشان وانتي بتقليها متبقاش ناشفه وجامده. بصي مستويه خلاص. يلا دلوقتي هنحط الخليط اهو، نعمل الخلطه عشان خساره. نزليها كده كلها اهي اهو كده بس. طبعا بتدوقي ايه؟ الحادق، حلوه، إيه محتاجه ملح، محتاجه شويه فلفل اسود، محتاجه كده اهوت. انت إيه مع نفسك شوفي الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. بالعوز كده اهو اهي، حتى العرق وكله اهو. بصي اهي كده، بحب اشربها قوي انا اهي. بصوا كده اهوت اهو. ونروح فين؟ عند الطاسه اهي كده اهو اهي. بسم الله. بس اهو، بتكوني خليها الزيت سخن، لازم الزيت يبقى سخن. نعمل واحده كمان اهيت برضو اهو. دي اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعوصي كده اهوت اهو، بتعوصي كده. والعرق لازم اللي جوه كمان اهو كلها تبقى متشربه اهو. تبقى متشربه كده اهوت. ونروح ايه نحطها في الزيت اهي كده بس. هتطلع محمصه دلوقتي، الطعم حكايه، ومش عايزه اقولك حتى الريحه تحفه. بصوا احنا طلعنا اول دفعه. طبعا انا زي ما بقول لكم كده اهوت، انا ما بحبش اطلع في الطبق اللي انا هتقدم فيه. فانا عندي بتاعه كده اهوت انا جايباها، بطلع منها بحطها اهيت كده اهو مخرمه اهي كده. بحط عليها المناديل كده واطلع منها كله وارص بقى في الطبق. بصوا الجمال، بصوا مستوي من جوه زي الفل ازاي. بصوا الطعم، مش عايزه اقول لكم الخلطه خلطه خطيره. يا رب تجربوها عشان حقيقي هتعجبكم. يلا اعملوا لايك واشتركوا لي فيها في القناه قبل ما اطلع لكم الباقي واوريكم اخر ايه الكرنبيط احنا هيته ايه. كده احنا وصلنا لاخر الفيديو خلاص. بصوا عملت طبق سلطه خطير، حبه خضره طبعا، خضره بقدونس وكزبره وجرجير وشبت وطماطم وبصل وبشرت جزر اهي بزيت الزيتون. والكرنبيط اهو. استني بس احط الدفعه الاخيره دي اهيت. شيل اهيت، احط الدفعه ديت اهي. بصوا محرمش ازاي، بصوا اهو كده. والصغننه دي هنا، ويتحط دي ايه هنا اهوت كده عشان احط التقديمه. وبعدين هنحط ايه طبعا عشان نحليه شويه كده، لو جايلك مثلا ضيوف ولا حاجه، شويه جزر كده اهوت عليهم كده اهو، يديهم منظر كده حلو اهو. طبعا انا مش عايزه اوريكم الجمال عامل ازاي. بصي الجمال، بس عشان سخنه نار مش قادره اعملها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وارجو الاشتراك في القناه وفعلوا لي الجرس. وطبعا تشجيع منكم الحلوه دي بايديكم الحلوه دي ماشي. وان شاء الله بقى تنظروني في اكله جميله وسهله برضو. السلام عليكم.